بالنسبة لصفقات الزمالك عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا، وهي إن اللعيبة دي ما اتعملش عليها سكاوت صح، أو تم اختيارهم بشكل مفهوش شيء علمي. هو مجموعة من العناصر متاحة، ما لهمش عقود مع أنديتهم، فري زي ما بنقول. آه، يعني مدير الكورة في الزمالك شاف إن هما متاحين، فراح جابهم دون يعني دون الاستناد لأي وسيط هو بيعرف يشتغل الموضوع ده، أو بيعرف يشتغل على حوار السكاوت، وازاي يشوف اللعيب ده بوتنشال للزمالك ولا لا. فاللعيبه دي يمكن كانت باختيار جماهير اكتر ما هي كانت بعيون خبيره، وده غلط جدا جدا في موضوع انك انت تبني فرقه او تعمل فرقه بناء على مشروع المفروض انك انت بتعده للموسم. وده اللي بان جدا من البدايه. زكريا الوردي ما كملش مع الزمالك 3 شهور، وبعد مباراة سوبر، هي مباراة تكريمية في الأول وفي الآخر، مش مباراة رسمية يعني، أو بطولة يعني نقدر نقول إن هي دي اللي تخلي لاعب يفقد ثقته في نفسه. في الآخر اتقال كده. دلوقتي زكريا الوردي أصلا كمان حتى خارج حسابات المدير الفني للرجاء المغربي، واللاعب طلب إن هو يمشي، يفسخ عقده ويمشي برضه تاني، وهو اللعيب ما أثبتش جدارته لا في الزمالك ولا في الرجاء. سامسون أكينولا طبعا احنا شفناه وظهوره الباهت مع الزمالك خلال الموسم. لغايه دلوقتي الزمالك ما استفادش منه اطلاقا. دونجا وسيسي ومصطفى شلبي، يمكن مصطفى شلبي بيحاول، انما دونجا وسيسي في مشكله كبيره جدا. حتى كمان عندنا مشكله في روقه نفسه، اللعيبه ما عندهاش ثقه، ما بتعرفش تضغط صح، ما بتعرفش تطلع وتبني الهجمه صح، ما بتعرفش تعمل الباس جيم صح، ما بتعرفش تسلم وتستلم صح. دي مشكله كبيره جدا، يمكن فرقه الزمالك كلها ما بتعرفش تسلم وتستلم. عندنا مشكله كمان في خط الظهر، احنا مشينا محمود علاء ومشينا لعيبه كتيره جدا في ظل اصابه الونش، او يعني تجدد اصابته بالرباط الصليبي لما جاله مره تانية بعد العوده من الاصابه الاولى. ده عمل لنا مشكله كبيره جدا. حسام عبد الغني، محمد عبد الغني، وحسام عبد المجيد، والزناري، ومحمد طارق، كلهم يمكن ما اقدرش اقول ان الخبرات موجوده غير في عبد الغني بس. يمكن عبد المجيد للاسف الشديد يعني مشكله كبيره جدا. عبد المجيد بالنسبه لي لغز كبير جدا، لعيب طويل ما بيعرفش يتعامل مع الكوره العاليه، دي مصيبه سوداء يعني. عندك مشكله مع الزناري اللي خلاص فقد الثقه في نفسه. رجعنا محمود شبانه برضو في مشكله كبيره جدا، برضو ثقته في نفسه. انا مش عارف المشكله هنا ممكن تبقى ايه. على قد ما هي من وجهه نظري المشكله مشكله ان مفيش معد نفسي مع الفرقه، مفيش طبيب نفسي موجود مع الفرقه. الفرقه دي محتاجه ان اللعيبه تثق في نفسها اكتر من كده، وتشتغل في الملعب اكتر من كده، واوزوريو يشتغل معاهم كويس اكتر ما هو ان هو يلعب في الفورميشن بتاعت الفرقه. وده اللي بيضر بشكل الفرقه. التيم جماعيا صفري، المجهود بتاعه ما بيطلعش اي شيء ايجابي. منظومه الهجوم برضو عندنا فيها مشكله. زيزو بيعاني من يعني تلاحق المباريات، وما بيريحش، ما فيش مدير فني يريحه. انا شايف ان زيزو محتاج يرتاح الفتره دي، لان زيزو يعني مستواه سيء جدا جدا. مصطفى شلبي بيحاول بس يعني برضو البيزكس مش موجوده. ناصر منسي لسه راجع هو من اصابه، ابتدى تدريب النهارده هو وفتوح. عندنا مشكله فعلا مع حاتم سكر. يعني مش عارف، حاسس اللعيب ما اقنعنيش تماما، وناس تانية بتقول ان هو اتحرق في ظل المستوى السيء للعيبه. يمكن لو جه في فتره احسن من كده كان هيبقى بشكل تاني يعني، كان هيتسند، فبالتالي هياخد الثقه. عندي ناحيه الشمال لو ما فيش شلبي يبقى فيه نضاي دلوقتي اوسوريو بيلعب بيه ساعات سنتر فيرود او جناح ايمن. برضو نضاي ما قدمش المطلوب منه على اساس ان هو لاعب جاي لنا من سويسرا من دوري في اوروبا، المفروض ان هو كان لاعب واعد. فالزمالك مشكلته الكبيره جدا هي في العين اللي بتختار اللعيبه دي، مش باي نوع من انواع العلم او اي اسس رياضيه او ليها علاقه بكره القدم، على قد ما هي يعني لعب، وعلى قد ما هي يعني سمسره، او اللعيب ده انا بستفيد منه اقصى استفاده واللعيب التاني لا.
فدي مشكله كبيره جدا الزمالك بيواجهها. اتمنى ان الزمالك يتخلص من الموضوع ده، ويبقى عندنا تيم سكاوت، ده اول حاجه. تاني حاجه يبقى عندنا شركه بنتفق معاها على ان هي تحلل لنا اداء اللعيبه او الصفقات اللي هي محتمله لنادي الزمالك. ده هيفرق معانا كتير جدا، وده هيخلي شكل الزمالك احسن، والتيم جماعيا هيبقى فيه تجانس. انما انك تجيب لاعب من الشرق ولاعب من الغرب وبعد كده تقول يلا انا عايز اعمل فرقه، صعب جدا انك تلاقي ده في وقت قصير. خصوصا ان احنا داخلين على موسم صعب جدا، بدايته بطوله عربيه. ما اعرفش الزمالك ممكن يلحق بطوله افريقيه ولا لا، سواء كونفدراليه او دوري ابطال. بس الموسم اللي جاي هيبقى زحمه جدا، واحتمال في بطوله مستحدثه هتبقى بطوله النخبه بيقال عليها. فما نعرفش الموسم هيبقى عامل ازاي. فالزمالك محتاج يبقى عنده تيم واثنين عشان يقدر يلعب بيهم اكتر من بطوله. اعتقد هيبقوا 5 أو 6 بطولات السنه الجايه. فانت محتاج تعمل سكواد كويس وقوي، مش زي سكواد السنه دي الباهت جدا واللي لا يرضي ولم يرضي امال جمهور الزمالك. طيب هنعمل ايه الفترة الجاية؟ ايه الحلول لو في حلول؟ لو في حلول الفتره الجايه بقى بالنسبه لاوسوريو، لازم يرجع للخطه اللي كان بيلعب بيها الزمالك. لو هو مش نافعه معاه بالتشكيله الحاليه 3-4-3، فانت يرجع تاني ل 4-3-3 واشتغل بالعناصر اللي انت شايفها مناسبه. ما تشتغلش بالعناصر اللي بتبين لك في التمرين ان هم بيلعبوا، انما هم لعيبه في الملعب في ال 90 دقيقه اسوأ ما يكون. اختيارات سيئه جدا، لعيبه ما عندهاش اي رد فعل في الملعب. دخل في الزمالك جول، اللعيبه ما بتتحركش، نوع من انواع الاستسلام، ما بيلعبوش بسرعه، ما فيش حميه عندهم، ما فيش غيره على التيشيرت اللي هم لابسينه. محتاجين لعيبه عندها باشن، يبقى في شغف كده وهم بيلعبوا، عايزين بيدافعوا عن تي شيرت قوي جدا، تيشيرت نادي الزمالك وراه جمهور بالملايين. المفروض انك انت يكون عندك، ابقى حاسس بيك انا كمشجع لما بتفرج عليك، ابقى حاسس بيك. لو انا مش حاسس بيك يبقى انت حضرتك لعيب فشلت انك انت توصل لي احساسك في الملعب، او ان انت فعلا ما عندكش حاجه تقدمها لي في الملعب. فالزمالك محتاج ان اللعيبه دي تشد على نفسها شويه، تحس بالجمهور شويتين 3-4، ومدرب واعي يبطل ان هو يعني زي ما بيقولوا يخترع. ما تخترعش، اعمل السهل والبسيط لغايه اما اللعيبه تقف على رجلها وتثق في نفسها، بعد كده ابتدي تجرب. انما انت جاي عشان تقعد تجرب، انا خايف ان الموضوع يوصل لارقام اكبر من كده وهزايم يعني بارقام صعبه. يا ريت ان هو يدرك الموضوع ده. ولازم كابتن مدحت عبد الهادي وكل اللعيبه القدامى اللي حواليه، كابتن احمد مجدي، كابتن محمد صبري، اي حد موجود في الجهاز الفني من اللعيبه القدامى، لازم يفهموا يعني ايه نادي الزمالك. وما ينفعش اللي انت بتعمله ده في نادي الزمالك. انت مش جاي تالف، احنا مش طالبين منك انك تالف، احنا طالبين منك انك تكاتشن وتخلي الفرقه دي واثقه في نفسها، تخلي اللعيبه واثقين على نفسهم، واثقين في نفسهم. ده مهم جدا. ولازم الكباتن، كابتن مدحت وكابتن احمد مجدي لازم يتكلموا معاه في الموضوع ده. مش وقت ديكتاتوريه خالص. ايه الخطة المناسبة للزمالك؟ مفيش خطه مناسبه اقدر اقولها للزمالك، لان انا ما شفتش اصلا اللعيبه دي تقدر تقدم لي كوره. انا ما اعرفش، هو اللي شايف اكتر. اللي انا متضايق منه كمشجع زملكاوي ان انا مش شايف فرقه كوره اصلا. يعني انا مش شايف فرقه كوره اصلا. يعني فرق من الاخير في الدوري لغايه المركز العاشر بتعمل علينا جيم، بتلعب جيم وبتلعب كوره، واحنا يعني ما بنحاولش ان احنا نفتك الكوره منهم، احنا بنسيبهم هم يضيعوا الكوره او الكوره تجيلنا لغايه رجلينا. انما انا بتعب بضغط واقطع الكوره واروح للجون، لا، ما ده ما بيحصلش. فبالتالي انا ما عنديش خطه، انا عايز بس اشوف كوره. تفتكر السبب في الاداء ده ايه؟ العك وحجه اللعيبه دايما ضامنه ان هي هتلاقي شماعه، يا اما المدرب هيمشي يا اما يتقال لنا اصل ما فيش اداره انتم معذورين. فاللعيبه خلاص راميه عندهم شماعتين 3. اي حد هيجي يكلمهم يقول لك اصل ما خدناش مرتباتنا، اصل المدرب وحش بدليل انه مشي، اصل ما فيش مجلس اداره نكلمه. فطبعا حجج وشماعات واهيه بالنسبه لي انا كمشجع، ولا تفرق معايا. انا اللي يفرق معايا ان انت في الملعب بتقدم لي 0 اداء، 0 مجهود، 0 شغف، و0 غيره على التيشيرت اللي انت لابسه. فبالتالي انا مش قابل منك اي شيء. تفتكر الزمالك هيبقى كويس الموسم اللي جاي؟ بالمؤشرات دي لا، صعب جدا ان الزمالك يبقى كويس. لكن انا دايما املي في ربنا، انا دايما بقول كده ان ممكن يتغير في الامور لو توفرت الحدود الادنى، الحد الادنى من الاحترافيه في فرقه الكوره، تيم الكوره، من اول الاداريين لغايه الفنيين. وثم بعد كده اللعيبه اللي هنختارهم اللي هم يعني العناصر الكويسه،
ده اللي هيفرق معانا. ممكن في شهرين الزمالك حاله يتغير، وممكن لا، او المرجح انه لا، لان لغايه دلوقتي الموضوع مبهم. يعني مفيش حد يقدر يقول حاجه، وانا مش ساحر ان انا اقدر اقول هعمل ايه مع الزمالك بالشكل الحالي ده يعني. ايه رأيك في اللي الناس بتقول ان من يوم ماتش اسوان او قطر اسوان هو اللي عمل كل ده؟ ما بحبش الكلام ده خالص. أنا بكره الخزعبلات. انا بالنسبه لي دي خزعبلات. احنا بنقعد نوهم نفسنا بحاجات وبنآمن بيها لغايه اما تحصل، وبتضايقنا احنا وبتأذينا احنا، وبتخلينا نقعد ندور على خزعبلات تانية برضو نرمي عليها احنا كجمهور شماعة فلا، ما بحبش الحوار. ان اسوان كان بداية عدم التزام، كان مؤشر ان الفرقة مش ملتزمة. ليه؟ لان المشاكل اللي حصلت بعد اسوان كلها بره الملعب، ما كانتش مشاكل جوه الملعب، كانت مشاكل بره الملعب. لعيبة عايزة الكابتن بتاعها يطبق عليه عقوبة، وهم مش قد المسؤولية. لعيبه بتغير من بعض، لعيبه بتشد الكوره من بعض في ضربه جزاء، لا انا اللي العبها، لا انا اللي العبها، يتقمصوا يتخانقوا مع بعض في الملعب، ما يروحوش للجمهور اللي بيلف وراهم في كل حته عشان الجمهور زعلان، زعل في مره وداس عليهم شويه. لا، مين اللعيب؟ احنا شفنا لعيبه ميلان قريب جدا لما جابوهم، يعني كوادر الالتراس بتاع ميلان، راحوا المدرب جمعهم كلهم، التيم كله كان بيسمع وهم واصلين كوارتر فاينل دوري ابطال. ومع ذلك لما جمهورهم حس ان هم وقعوا محليا، ابتدوا يجيبوهم، لا احنا عايزين نلعب برضه دوري ابطال السنه الجايه، انتوا كده هتبعدوا عن دوري الابطال. تفتكر الزمالك دفع ضريبة 2 دوري متتاليين؟ ده كده كده الزمالك بيدفع الضريبه، زي ما قال شيكابالا ان هتشوفوا هيحصل فينا ايه عشان ما ناخدش البطولات. ده بيحصل. الزمالك بيدفع ضريبه انه ما شاركش في السوبر المصري، في حاله انتقاميه من لجنه الحكام ومن اتحاد الكوره بشكل غير معلن. وللاسف الشديد ان الرموز بتاعتنا اللي موجودين في الاستوديوهات التحليليه او في اتحاد الكوره ما بيتحركوش، بيتفرجوا على الزمالك. يعني ده بمباركه الزملكاويه نفسهم اللي موجودين في الاتحاد او في القنوات اللي بتذيع المباريات. فبالتالي الزمالك مهدور حقه، وما فيش غير الجمهور بيدافع عنه كالعاده يعني تاريخيا. وللاسف ما فيش حد في المنظومه ولا حتى في المظله اللي اكبر من كده مهتم بشؤون الزمالك. ومع النادي يغرق ما يغرق، الجمهور بيعاني ما يعاني، واهم حاجه ان في حاجه معينه، في كيان معين بس هو اللي الدوله كلها في ظهره. فبالتالي يلا بينا يعني، ادينا هم موجودين. بس يعني اتمنى بس جمهور الزمالك يقف جنب النادي شويه، ونفكنا من الصراعات ومين ده ايه مع مين وده مع مين. نركز شويه في هاشتاجات او في حاجات قضايا النادي المهمه، ونبقى مع بعض. وبعد كده نبقى نتخانق بعدين بقى، بعد ما الدنيا تتحسن نبقى نتخانق، نقول لفلان ده انت كنت مع فلان وده مع علان. خلينا دلوقتي ورا الزمالك، ده الاهم.